ممنوع تصدير الرز خارجيا، هذا اللي راح يزيد الاعباء اكبر واكبر واكبر. اذا في هذه الحاله شويه ابو عامر نبي نهدي بعض الامور عشان الرز والارتفاع هذه على ارتفاع الاسعار، خلي يرتفع دمنا شويه او ينخفض بسماع موسيقى. انت لابس احمر اكيد بيرتفع الضغط. كلها خطوط حمراء بحمراء اليوم، شيء حار بحار، عطنا موسيقى حاره اكيد. احنا بالعرضيه واكيد ثواني وصلت اكيد باشبيليه حضرتك. والله ما احنا بعد ان شاء الله. حياك الله. عندنا الاخ عبد اللطيف اللي فزع اليوم وقال انا لازم اكون موجود مدام ضيفكم موجود. يعني شو اللي خلاك تكون بهالحراره وتينا؟ والله احنا الموضوع هو الموضوع حار. اي والله فلفل عندنا. صراحه يعني احنا قاعد نجس نبض الناس يوميا قاعد تشكي من ارتفاع الاسعار. والارتفاع فعلي واللي راح يجي اعظم يعني من الزيادات. مو ذنب، انا بقول لك مو ذنب اتحاد الجمعيات التعاونيه بقدر ما هو عندك الزاد، سواء كان احنا نشوف تجار. انا اتكلم. بس حضرتك شو تمثل؟ انا رئيس جمعيه القادسيه، ويمكن انا اقدم تعاوني في الكويت، صار لي 18 سنه صار لي في التعاون. حلو. فيعني عندي خبره لا باس فيها، اقدر يعني افيد فيها في الموضوع. تفضل. انا لما اتكلم الان انا ما امثل تجاره، اتكلم عن الموضوع، امثل جمعيات تعاونيه وامثل الناس. انا في مشكله زياده اسعار، طيب لكن انا اتكلم عن الحل لمواجهه هذه المشكله. المشاكل تكون موجوده، مشاكل كثيره، لكن احنا نبي حل الان. احنا يعني شبعنا من شكاوي ومشاكل وتذمر، طيب ما هي الحلول؟ انا جاي اطرح حل. وباختصار نبي نسمع. وقبل لا اطرح حل لابد ان اشخص المشكله صحيح اساس يكون هناك في حل. طيب قرارات يعني هذه. انا اقول الان ليش كل من قاعد يطالب او التجار قاعد يطالبون بالاسعار؟ احنا قاعد لما انا الوم نفسي قبل الوم الناس، هذا الصحيح. الاخوان في الاتحاد لما انعرضت عليهم صارت طفره قبل 4-5 شهور زيادات الاسعار. واحنا رحنا حق الاخوان بالاتحاد قلنا يا جماعه هذه زيادات ما هي صحيحه، لابد ان ما صارت على غير اساس. اول شيء قالوا ما في زيادات، بعدين اظهرنا المستندات وتعاميم من الاتحاد وموقع من الاخ رئيس الاتحاد وفيها زيادات ومختلفه النسب. وصارنا تجمعنا الجمعيات وقلنا اول شيء قبل لا اطالب انا تجار انه ما يزيدون اسعارهم، لازم الاتحاد ما يزيد اسعاره، لازم الاتحاد ما يعتمد الزيادات مالت الاسعار اللي قاعد يطالبون فيها التجار ويعطيهم تعاميم يقولون روح حق الجمعيات. هذا المبدا، فلما انا اصحح الوضع بعدين ذيك الساعه احط حلول ثانيه. يجوز صار في عندهم بينهم يعني مناقشات بينهم وبين اتحاد الجمعيات. انا ممكن يعني اعقب على الموضوع. هل الزيادات هل حاشت الاشياء الاساسيه ولا؟ طبعا كلها اساسيه. طبعا خليني اعقب على الموضوع هذا. طبعا القضيه مو قضيه جدليه يعني. اتحاد الجمعيات هي وجدت لجنه الاسعار بالزياده وعدم الزياده، هي موازنه بين التاجر والمستهلك. نعم. انا الحين المشكله اللي قاعد اتعرض لها اليوم يعني هذه طبعا في اوراق جايتني من شركات، في شركه اليوم طالبه عن موضوع الزبده 120%. انا 120% يعني الاربع دنانير قاعد يبيها 9 دنانير. المنطق الجديد انه يقول تبي الصنف هذا دخله عندك باتحاد الجمعيات ولا ما راح اقطعه مره واحده عن الكويت ككل. هذا المنطق. دائما اللجنه وضعت اصلا اساسيات اللجنه وضعت الموازنه بين التاجر والمستهلك. اصلا اتحاد الجمعيات اللجنه هذه منبثقه من مجلس اداره تمثل 7 اعضاء من مختلف الجمعيات، وفي عضو من جمعيه القادسيه يمثل القادسيه موجود باللجنه، لجنه الاسعار عندنا باتحاد الجمعيات. نعم. هذا الامر اللي طبعا هي اجتهادات الاعضاء وما في قانون وضع للجنه الاسعار يحدد النسب السقف الاعلى او السقف الادنى. ما في. طبعا هذه اجتهادات اعضاء. هذا الامر اللي ممكن احنا طبعا نعرضه في مجلس الاداره. طب تم مناقشتكم انتم طبعا محمد انا بس بسال الاخ عبد اللطيف شنو مصلحه الاتحاد من رفع الاسعار؟ احنا نقول ما احنا داشين بالنوايا، لكن احنا بندش بالاعمال الفعليه. تجار قالوا لنا بنزيد الاسعار، الاتحاد اعتمد هذه الزياده وزيادات كبيره. طيب الزياده اذا ما كانت واحنا نعتقد ان هذه الزيادات غير مبرره. نعم. ويمكن دائما يستشهد مندوبنا تحفظ على هذه الزياده. ما استشاروكم انتم؟ لا انا اقول لا مجلس الاداره طبعا ولا تعطوني 5 دقائق اتكلم اغنيكم عن هالاسئله هذه معلش يعني. تفضل. هذه زيادات وافق عليها مجلس الاداره، صح خطا هو هذا اجتهاده اذا صح التعبير، لكن احنا نقول هذه زيادات كبيره وغير مبرره وعطت مبرر الان للشركات. قالوا تعالوا يا اتحاد، ايش معنى الحين انا لما تقدمت بتزيدني؟ رفضت وتطلع لك لسته وزدت هذول.
نحط علامه تعجب عند في علامه استفهام كبيره حمراء وخضراء. وناخذ فاصل ما يخالف ونرجع لك فاصل. ونرجع للحوار الساخن هذا. بس ما عندكم ماي. الاخ عبد اللطيف ما يحب الموسيقى فمشكور مشكور اخي محمد. احنا لان وقتنا فواصل وكذي فودي يعني لو يصير النقاش بينكم واحنا بنصير مستمعين شويه. يعني فضل. انا بس ابي دقيقتين ثلاث بس استرسل على اساس تكون يعني الفكره واضحه. يعني. انا اقول هذه الزيادات اللي صدرها الاتحاد وموجوده وموثقه عارضتها الجمعيات كلها باجتماع رؤساء المجلس الادارات وعارضها مجلس اداره الاتحاد وبالاجماع وقالوا يا رئيس الاتحاد علقها انت علق لي الزيادات على اساس لما تجيني شركه تبي تزيد اقول له انا اسف انا ارفض هذه الزياده روح حط ضوابط وبموجب هذه الضوابط زيد على الناس ترى ما لها ذنب الناس مساكين قاعدين يشترون معتمدين علي وعلى الاخ محمد وعلى غيرنا اللي احنا قاعد نواجه التجار فيفترض نكون على قدر هذه المسؤوليه ولا نمشي هذا الاصل. لذلك الان لما يصير شغله انتقائيه ازيد بعض الشركات وارفض واعارض اراده الجمعيات واراده مجلس اداره الاتحاد واراده هذا باراده منفصله للاخ محمد ما ليش للحين ملزم مو راضي يعلق مع انه انا اعتقد انا لما مجلس اداره يوافق بالاجماع مو كيفي كرئيس خلاص انفذ زين. الان اللي قاعد يحصل يد الشركات كلها اخوي محمد وقالت تعال مثل ما زدت زيدني ايش معنى انا ما زدتني؟ ايش معنى ذولاك تزيدهم؟ هذه صارت هني المشكله صارت. احنا في الجمعيات بجهد المقل قلنا يا جماعه تواصينا بعض الجمعيات يبغى الزيادات اللي زادها الاتحاد هاي غير مقنعه وما راح نلتزم فيها ويا شركات سعركم الاولي ولا ما راح ندخلكم. بس اخذت وقتك وعامل على طبعا اخ محمد موضوع اللي طرح طبعا القرار دائما يكون قرار من مجلس اداره اتحاد الجمعيات جماعي يعني. اي طبعا تم عرض جميع الزيادات الموجوده تم تعليق صنف واحد وتم اعاده دراسه سلعتين الى لجنه الاسعار والصنف الواحد دقوس زين كانت عليه نسبه تراوح 36% كانت اجتهادات اعضاء في لجنه. طبعا تم عاد تشكيل لجنه عن طريق وزاره الشؤون وتم دراسه جميع القرارات اللي صدرت واليوم ممكن في عده جرائد ان اتحاد الجمعيات لم يجد او لم تجد هذه اللجنه اي زيادات تذكر زين. طبعا كانت في اليه ان لابد ان عرض محاضر لجنه الاسعار لمجلس الاداره وطبعا هذا قرار مفوضه لجنه الاسعار. في ناحيه موضوع ال 36% او عدم الغاء الدقوس طبعا امس كان في اجتماع مجلس الاداره طبعا بعثنا بالراي القانوني لوزاره الشؤون في موضوع عدم زياده او عدم الغاء الصنف الدقوس ما يترتب عليه قانونيا. الاخوان راوا انتظار الراي القانوني من وزاره الشؤون حتى لا يدخل الاتحاد في مواضع قضايا بينه وبين الشركات المصدره. ما عارفين ان الموضوع الموضوع الان لم مجبوس يعني من غير دقوس ما ينفع. يعني الموضوع اخ محمد مو موضوع الحين ممكن سلعه وسلعتين او ثلاث. نعم. الموضوع صار ضخم جدا وكبير موضوع زياده على مستوى العالم ككل. مثل ما قلت لك موضوع الارز الان جاينا في قوه موضوع يعني من بلد المنشا يعني طبعا هذه الزيادات احنا ضد الزيادات الغير غير مبرره والكبيره الضخمه الجديده اللي قاعد هذا الحين طبعا ال 10% او 12% حتى الشركات المنطق الجديد لتقديم الطلبات اني انا ارفض هذه الزيادات وانا ممكن اذا انتم الصنف لانه يكلفني امور كبيره. هذه اللجنه يعني هي